لانج كانسر أو سرطان الرئة وليه اسم تاني لانج كارسينوما. فركز معايا، ده المرض الأكثر فتكا على مستوى العالم، بيصل للوفاة 2 مليون و200 ألف إنسان مصابين بهذا المرض. الكلام ده كان سنة 2020. اتوفى من ال 2 مليون و200 ألف إنسان مليون و800 ألف إنسان. نادر جدا لما بتحصل الإصابة بالمرض ده قبل عمر ال40 عام، ولكن لما بنوصل ل70 سنة بتبدأ الإصابة بسرطان الرئة. قبل القرن العشرين وقبل انتشار التدخين كان سرطان الرئة واحد من الأمراض النادرة. النهاردة هنشرح مع بعض سرطان الرئة، المرض المرعب الأكثر فتك على مستوى العالم. فركز معايا وكشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن أناليسيس. أسباب كتيرة جدا هتسبب سرطان الرئة، أهمها genetic damage of DNA lung cell. الدي ان ايه اللي موجود في خلايا الرئة بيتدمر. كمان السموكينج، 80 ل 90% من المصابين باللنج كانسر بيكونوا مدخنين. الراديشن، التعرض للإشعاع. التوكسيك كيميكال، 9 ل 15% من مرضى مصابين لانج كانسر بيكونوا معرضين للتوكسيك كيميكال. وبعض الامراض زي الاي بي في بستاين بار فيروس والايدز والتوبركلوزز والكلاميديا نمونيا. ركز في المعلومة دي، لما الخلايا الرئوية بتتلف عندي بيكون ليها القدرة على انها تسبب تيومر، وفي حالة عدم العلاج هينتشر السرطان من اللنج يروح لأعضاء مختلفة في الجسم زي البرين والبون والليفر والسوبرينال جلاند. للأسف الإيرلي لانج كانسر، السرطان المبكر للرئة، بيكون اسيمتوماتيك، ملوش أي أعراض. مع تقدم المرض هتبدأ تظهر أعراض، بس خلي بالك non specific respiratory problem، يعني في مشاكل في الجهاز التنفسي بس احنا مش قادرين نحددها، زي الشورتنس بريز، التنفس القليل، الكحة، السخونية، العرق ليلا، الوكنس، الضعف، اللوس ويت، فقدان الوزن، والشيست بين. وهتبدأ أعراض تانية تظهر على المريض لو حصل ميتاستاسيس، اتنقل السرطان من مكانه من اللنج راح مكان تاني في الجسم. لانج كانسر أو سرطان الرئة واحد من أشرس وأخبث الأمراض. ده بيأثر على هرمونات الجسم ويسبب لينا هايبركالسيميا، هايبوكاليميا، أوتو إميون ديس أوردر، وبلاد كلوتينج. فيلا أشرح لك.
بص يا سيدي، هيحصل عندي هايبركالسيميا نتيجة لزيادة هرمون البي تي اتش، وهنا هيظهر أعراض ارتفاع الكالسيوم زي الغثيان والترجيع والإمساك وآلام بالبطن وزيادة للعطش. كمان الهايبوكاليميا أو انخفاض البوتاسيوم نتيجة لزيادة هرمون ال ADH، وهيحصل عندنا اوتو اميون ديس اوردر، امراض مناعيه زي لامبرت ايتون مايوستينيك سندروم، ودي معناها ضعف في العضلات. وممكن يحصل زي ما قلنا بلاد كلوتينج، جلطات في الاوعيه الدمويه. دلوقتي هعمل لك تقسيمة لسرطان الرئة lung cancer classification، فركز معايا. عندي نوعين من سرطان الرئة. النوع الأول اسمه small cell lung cancer واختصاره SCLC ونسبته 15%. النوع الثاني non small cell lung cancer واختصاره NSCLC ونسبته 85%. طب تعالى نروح للنون سمول سيل لانج كانسر. دوت في منه 3 انواع. النوع الاول ادينو كارسينوما وده نسبته 40%، والنوع الثاني سكويماس سيل كارسينوما وده نسبته 30%، والنوع الثالث وهو لارج سيل كارسينوما وده نسبته 10%. لانج كانسر دايجنوزس، تشخيص سرطان الرئة، بيتم التشخيص بأكتر من طريقة زي الشيست اكس راي والسي تي والبيوبسي والام ار اي، فركز معايا. أول حاجة الشيست اكس راي، احنا بنعمله عشان نتأكد في ماس كتلة موجودة في اللنج ولا لأ، في الرئة ولا لأ. جميل. طيب بنعمل السي تي ليه؟ بعض الأورام مش بيظهر الماس دي في الاكس راي، فهنلجأ ان احنا نعمل سي تي، وهنا بنكشف عن مكان الورم وحجم الورم. طيب البيوبسي، ركز معايا. كلمة بايوبسي معناها ان انا هاخد نسيج وافحصه سيتولوجي. جميل. هاخد النسيج ده عن طريق المنظار. المنظار اللي هستخدمه بيسمى فيبر اوبتيك برانكوسكوبيك. جميل. بعد ما باخد القطعة باجي اروح افحصها سيتولوجي واحدد نوع الخلية. وممكن استخدم النيدل اسبيريشن وافحص بايوبسي. الام ار اي دوت الرنين المغناطيسي عندنا، فممكن نلجأ ليه في بعض الحالات. اول حاجه التدخل الجراحي، وده هنعمل ازاله للتيومر اللي موجود عندنا في اللنج. كمان ممكن استخدم الراديشن الاشعاع والكيموثيرابي العلاج الكيماوي. ركز معايا في المعلومه اللي جايه دي. المرحله المتاخره من اللنج كانسر هيحصل تداخل بين الراديشن والكيموثيرابي في العلاج، هندي الاتنين مع بعض ومعاهم تارجت مولكيولار ثيرابي. بس للأسف متابعة المريض دوت بتكون صعبة لسبب واحد، إن المريض مش بيكمل معانا في الحياة وبينتهي الموضوع بالوفاة.
سرطان الرئة واحد من الأمراض الفتاكة على مستوى العالم. حاولت أشرحه لك وأبسطه لك بكل بساطة. لو شايف إن الحلقة دي مفيدة اكتب لنا تعليق تحت الفيديو واعمل اشتراك في القناة، لأن ده هيساعدنا إن الحلقة بتاعتنا تظهر والناس كلها تتفرج عليها. وانشر لينك الحلقة ده في كل مكان وكل جروب موجود على السوشيال ميديا. أتمنى الحلقة تكون مفيدة ويا رب أكون فدتكم حاجة. كان معكم كابتن أناليسيس.